لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1398 لواني كاين تفسير القرآن في رزبيم وخزمتان ومن بست رزامن دي رب العالمين وهبا دارم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والله خوش بستانو كوتا آيات لسورة إبراهيم لدواي أوي كوا خواي قول سبحانه وتعالى أوي باسكر لو سورة باسكر وكو بقاعدة له لما اشتملت هذه السورة على ما قرع السمع من هذه المواعظ والأمثال والحكم كاتك لو سورة دا خواي قول سبحانه وتعالى أويك بجي أو خلق دا لو موعظو آموشقاريو هنانوي نمونو وهلوا أوهم حكمة التي أبكمت البلغاء وأخرست الفصحاء وبهرت العقول. أوهم حكمتي كوا كسي كوا زور بليغ بي براستي لبرانبري بيدنگ دبي أو زور فصيح بي زور روان بيج بي أو كسا بوسكد دبي لبرانبري وهروها أو كسي كوا زور زانابي محير دمني لوهم حكمتي كوا لو سورته لو قرآن بقشتي باسكرة انزا خواهي سبحانه وتعالى ترجمها سبحانه بما يصلح عنوانا لجميع القرآن. زال يرد أخوي سبحانه وتعالى بآتك وتيبو سورة داديني كوا ذكري بلين عنوان لبو همو قرآن بيروز نوك تنها لبو أو سورة كتيداد فرمي. هذا بلاغ للناس. هذا بلاغ للناس أي إن هذا القرآن تبليغ من الله تعالى إلى جميع الناس. أو قرآنات تبليغ للان الله تعالى لبوها مو خلشي لإقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم. تبليغ هيك راقيان درابيك لبوها مو خلشي تاوك إقامة حجيان لسربك هيت كسيق عزرين منه وهو كفاية لهم في الموعظة والتذكير. يتلقر كسيق بيبندي لور بقري أو أنت كافية لو قرآنك وبندو آموش قال ور بقري وبه يتبلغون ويتزودون للوصول إلى أعلى المقامات والدرجات. كافية لبو خلشي بو اندي كوا بندي ور بقري اگر بيو بندي ور بقري وكافية لبو اوي كوا بهوية بمقامات برز بدز بينيتن لعبوديتك لبو خواي قولا أو قرآن كافية كوا بيقين تأو مقامات برزة بزي كدينا وروشي آتكان كاتكوا ضلين بلاغ بمعنى التبليغ دي أو مفسران كوا بوشوي ليش عندته وكو واحدي وسمعاني وبغوي وقرطبي وخازين وابن عاشور وهروها ابن جريريش هرأوي اختيار كده ولقال ابن كثير. ابن جرير ضلي يقول تعالى ذكره هذا القرآن بلاغ للناس أو قرآن بلاغ راجع عند رايك لبو خلشي أبلغ الله به إليهم في الحجة عليهم وأعذر إليهم بما أنزل في مواعظه وعبره. كوات الله تعالى تبليغي لبو خلشي بوشوي جاندي كوا إقامة حجة لسر كردينة هيز عذري أنما بوشوي كوا لنا وروش أو آتاني لو قرآن دهاتيا وكوا هيز عذري أنما أجر كسيك بيه تيبقى وبندو آموش قاري ور بقري
ومن اختار أن قوله بلاغ بمعنى الكفاية هندش لزانان دفرمون قوتمان رأيي كم وتتبليغ راقيان دراو هندش لزانان دفرمون بمعنى كفاية دي أو قرآن كفايته كافية لبو خلشي أواني كوابو شوية لشدن وكو زمخشري ورصعاني وابن الجوزي ورازي وبيضاوي وأبو حيان وعليمي وقاسمي. ومن جمع في تفسيره قوله بلاغ بين معنى الكفاية ومعنى التبليغ هندش دارين هم كفاية هم تبليغ راقيان دراوة لوانا وكو الشوكاني دالي فقال بلاغ أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير راقيان دراوة راقيان دراوة كلنا الله تعالى بخلش رادقيني وعندش كافية وكو آموشقاري لبو أو خلقي صعدي دالي هذا بلاغ للناس أي يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات أو قرآن إهندي كافية لبويك وكسيك بيوي بهوي مقامي برزو كرامتي تساق بدز بيني بهوي زي بزيكني وآتانا أو ده كافية لبوي لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد لبروي همو أصليكو فرعيكو همو أو علماني تيدا كوا بندكان بيوستان في أون دا كافية لبو كسي كوا بيوي بهوي وبرز بيتوا شنقيتي دلي والبلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية كوا تبلاغ بمعنى كفاية دي وكو شنقيتي دلي بهوي دقانا مبست بهوي دقانا مبست إن زاد الله وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين وما يبلغون به بغيتهم كواتوي كليرة باس كده خواهي سبحانه وتعالى كوا أو قرآن كافية لبو كسيتي عابد كبهوي وبقات أو شويني كوا مبستيتي كمبستي بغية كيسية خير دنيا وآخرة بدز بيني ذكره في غير هذا الموضع لزي قايد كش خواهي سبحانه وتعالى ما جاي بيدك كوا قرآن كفاية لبو كسر كبيرة فندو أهمش قالوا بهوي مقاماتي برزو كراماتي تساقل لا إخوائي قولا بدز بيني ابن أبي زمنين دلي يبلغهم إلى الجنة أو قرآن كافية كوا كسر كبيرة بي بقات بهاشت بقاعدة لي لما كان متعلق البلاغ يتضمن البشارة هذا بلاغ للناس دلي زياتر بلاغك لبو بشارة مزجينية كوادد قيني تما بس أقرب بتوي لويا لدواي أو زا إنذار ذكر القرآن بيروز هم مجددر هم ترسينر هذا بلاغ للناس بهو دقنا أو زي قاي كما بس يعني كبهشتا وهروها لها ما كاد ولينذروا به وأنزلنا القرآن ليخوف الناس به عقاب الله ويحذروا من نقمته كواتهم بلاغة لبو يخلط شيء بقاته بهاش بيدا قاته هم انذارشة لعقاب وسزاي خواي قورة خلط شيدا ترسيني وتاوك وخويا بباريزن لو كارو كردواني كدبيت ماي توربوني الله تعالى وهروها كواتهم مجددرة هم ترسينرة وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلم الناس بحجج القرآن وبراهينه أن الله المعبود بحق إله واحد لا يستحق غير العباد أو قرآن هم بجددرا لبوي كسيك بيه بهشت بيه ودزبيني هم ترسينا لا تاوكو هاتي أو خلقش باش بزانن بيقينوا بأنواع بلغ خواي قردي سلميني تاكا فرستراو كشاني همو شوازة كان عبادته تنهى الله سبحانه وتعالى غير الله تعالى شاني يقزر عبادتي شنية غير الله تعالى شاني يقزر عبادتي شنية كواتا وليعلموا أنما يقلى هدف كانوا يقلى بابرين مقصد كان قرآن أو كوا لبو خلشي روم بكاتوا بقنا يقين بأنواع بلغة تنهى الله سبحانه وتعالى شان فرستنيه وليذكر أولو الألباب أي وليتذكر ويتعظ تاوكو كسانك بندور بقرن آموشقاري ور بقرن شيء أصحاب العقول السليمة أولو الألباب الباب جمع لبة
ئەوانەی کە خاوەن عەقلی سەلیمن، عەقلیان سەقەت نییە، بە هەوا و ئارەزوودا نەپۆشرایە، پند و ئامۆژگاری وەردەگری لەو قورئانە. فيهتدوا إلى العمل بما ينفعهم وترك ما يضرهم. ئیتر بەو قورئانە پند و ئامۆژگاری وەردەگرن، هانیان دەدا لە بۆ ئەو کارانی کەوا سوودی دنیا و قیامەتیانی تێدایە، و هانیان دەدا کەوا واز لەو شتانە بینن کە زەرەری دنیا و قیامەتیان تێدایە. سعدی دەڵێ ئولو الألباب العقول الكاملة، ئەوانەی کەوا خاوەن عەقڵێکی کامڵن، ئەوان پند و ئامۆژگاری لێ وەربگرن، ئەوان پند و ئامۆژگاری لێ وەردەگرن. دەڵێ ما ينفعهم فيفعلوه، ئەوانەی خاوەن عەقڵێکی کاملن لەو قورئانە سوود دەبینن، ئەوەی کەوا سوودی تێدا هەیە ئەنجامی بدەن. وما يضرهم فيتركوه، عینی سوود لەو قورئان وەردەگرن بۆی کەوا ئەوەی زیانیانی تێدا لەو کارکردوانە دەستنیشان کرایە، ئیتر کاری پێ دەکەن و بۆی کەوا واز لەو کارانە دەین و وازی لێ دەینن، ئەوەی کەوا زیانی دنیا و قیامەتیان تێدا. وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر. ئیتر بەوەیە ئینسان دەبێتە خاوەن عەقلێکی سەلیم و بەسیرە و بەرچاوی دڵی ڕۆشن دەبی، بۆی کەوا کار بەو قورئانە بکە، ئەوەی کەوا فەرموویتی جێبەجێ بکە، ئەوەی کەوا نەهی لێ کردێ وازی لێ بینی. إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم. أولي الألباب بەو قورئانەیە معرفەیان و ڕەئی جوانیان پێ زیاد دەکە، وتەنەوەڕت ئەفکارهم، بەو قورئانەیە کەوا بیرکردنەوەیان ڕۆشن دەبیتەوە. لما ئەخەذوه غەضا طەریا، کاتێکەوە ئەو قورئانە بەو شێوەی بە نوێتی و بە تەڕی وەری دەگرن کە لەلایەن ڕەب العالەمین هاتیە، واتە هەر کەسێک بەو شێوەی بە نوێتی وەری دەگری وا دەزانین لە بۆی هاتێ بە فعلیش، لە بۆ هەمومان هاتیە تاکە بە تاکەمان هەتا ڕۆژە قیامەت. فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال والأفضلها. أو قرآن بانگ ما ناكا تنها لبو أو نبي كوا برسترين خوروشت، برسترين كارو كردوا تساكتريني خوروشتو كارو كردوا، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. وهروها أوبلغاني تيدا لسر عقیدەی دروست و کار و کردەوەی چاک بەهێزترین و ڕوون و ئاشکراترین بەڵگە تێیدایە. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي، أو قاعدەیە ئەوەی باسی دەکاتن، کاتێکەوە بەندەیەک بەس زیرەک بی خۆی لەسەر ڕابینی، لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. ئیتر بەندەیەک کەوا زیرەک بی عەقلی و هۆشی لەسەر خۆی بی، بەو شێوەی خۆی لێ ڕابینی تەعامل لەگە قورئانی پیرۆز بکە، بە بەردەوام لە سعود و لە تەرەقیدایە لە هەموو خەسلەتێک و کردەوەیەکی چاک. لشفاء العليل ابن القيم دا دڵێ الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا. الله تعالى أوفر حكمتي تيدا، أوفر حكمته هي شتێک بەبێ هەدەف ناکە، ولا لغير معنى ومصلحة، کەواتە هیچ شتێک ناکە کەوا مانای تێدا نەبی یان مەسلحەت تێدا نەبی. وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، کەواتە هەموو شتێک بە حکمت کەوا مەقصودە تێدا. لێ دەڵێ أفعاله سبحانه صادر عن حكمة بالغة لأجلها فعل. هەموو فعلەکانی خوای گەورە سبحانه وتعالى لە ڕوانگەی حکمتەوە ئەنجامی دەدا، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، ومن ذلك هذه الآية. كواتا أو آياتو كلام خوای گەورە بەگشتی و كلام پیان صلى الله عليه وسلم هەمووی شاهد لەسەر کەوا هەموو کارەکانی خوای گەورە ئەو پەڕی حکمەتی تێدا، ئەو پەڕی ڕێنمونی تێدا لە بۆ ئەو بەشەریەتە. ابن عاشور دەڵێ وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة هذا، لێرە ئاەتەکان خوای گەورە ئیشارەت پێدا بە هذا على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض، کەواتە بەو ئاەتانێکەوە یەک لە دوای یەک دێن. فابتدأ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ. لو آتت مشارك يكم زاد بصفتش عام دس بكري أو التبليغ عامة، ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار، لباش تبليغ إنذار ده،
ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لباش إنذارك سيدية باز لوحدانية خواهي قوردك لما في خلال هذه السورة من الدلائل. طبعا لو سورة القرآن بقشتي سندين بلغير سر وحدانية خواهي قورد ثم بالتذكير فيما جاء به ذلك البلاغ أو جاب بالهنانوة لو بلاغي سيتدا وهو التفاصيل العلم والعمل. تفاصيل علم وعمل لو آتان داها، وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم موزع على من بلغ إليهم. كواتا براستي همو أوشتاني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو الشيوية بو بري حكمته هم الذي قاي خويتي ويختص المسلمين بمضمون قوله يتذكر أولو الألباب. كواتا براستي أوي كوا سودي لوردقري أولو الألباب كوا مسلمانان أو مسلمانان كوا أولو الألباب خان عقلي كامل كوا بهوا أرزدان بوش رابطن براستي بندو آموش قال له قرآن وردقري ديكاتا وسيلة لو كوا بي بقاتا أو بري هدف ومقصد كبهشت بانو برينو رزامن دي رب العالمين كرزامن ولو كسان بين كوا أولي الألباب بين بندو آموش قال لأتكان خواهي قولوا وربقرين فعلا بهوية بقينا مراتبي برز لاي الله تعالى وهروها بهشت بانو برينو وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبهشت كان بانو برين وهروها شاد بونا وبديداري بيغمبر صلى الله عليه وسلم وبديدار رب العالمين سبحانه وتعالى يتلبوش ويش أو صورتك وتاي بيده لخواي قرد بارينو هرتي كمو كرتي وغلطو سهويت دا وخواي قرد برحمة خوي لقل ما بكا وليما ببوري وهروها خواي قرد بفضل خوي أو قرآن بقشتي واتيمان قيني وكو أو مبستيتي سبحانه وتعالى وهروها التوفيق ما بكا لبوكار كدن بناوروشي أو آتانا وهروها أو قرآن ببي تحجل بومان يا رب العالمين ببي تتكاكال بومان نبي تحجل سلمان والعياذ بالله بويكوا والعياذ بالله علما هبي كاري بينكين ولا خواهي قوش دا بارين وبردوام ما كان لخزمة قرآن بيروس لسري بجيين لسري بمرين وهروها شاد بنو بشفاعة رسول الله وشفاعة القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.